مساء الخير. النهارده هنعمل فيديو قصير كده اوريكم ازاي نعمل اللبن الرايب وتاخدوه في اي معجنات انتوا عايزينها. عندنا كوبايه لبن حليب حتى لو طلع من التلاجة او الفريزر ولا اي حاجه، هنحطه في البرام ده متدفي، حاجه بسيطه جدا، مش هنسخنه، هندفيه يعني دافي يحس ان انتي تحطي ايدك مش هتتلسعي منه. هنحط البرام ونغطيه، بصوا هنغطيه كده ونحطه في الفرن بارد مش سخن، يبقى البرام دافي واللبن ساقع او اي لبن او لسه جايباه. المهم الحليب يكون من المعمل، ما يكونش من الحاجات المعبأة. بس هنحط اللبن ونغطيه ونحطه في الفرن لمدة 24 ساعة، وهنيجي نبص عليه هنلاقيه لو فيه لسه بواقي مية هنسيبه ساعتين كمان، يعني كده يبقى 26 ساعة، ونحطه في التلاجة اخر رف. وبكده هيبقى عندك احلى لبن رايب انت عاملاه بايدك. نعمل بيه معجنات او اي حاجة احنا عايزينها، حتى الكيك. بصوا بقى انا عايزة اوريكم جماله. بصوا، شايفين الجمال؟ شايفين القشطة بتاعته؟ ولا اروع من كده. المهم ما نسيبهوش ساعات طويله علشان بس ما يعملش طبقه عفن من هنا، دي اهم حاجه. يبقى نسيبه يوم كامل من الصبح لغايه بالليل و... ونشوفه لو في بواقي ميه خفيفه كده نسيبه ساعتين كمان، وبعدين نحطه في اخر رف في التلاجة متغطي. اوعوا تسخنوا عليه الفرن، والبرام يكون دافي جدا مش سخن، وهتدوقوا احلى لبن رايب في حياتكم. ممكن نعمل بيه كيك، انا عملت بيه كيك ظريف جدا وجميل جدا، وارجو ان انتوا تتابعوني. الفيديو قصير بس ارجوكوا تجربوه، وباي باي.